بقالك كتير قاعد على القهوة وفي الآخر لقيت واحد صاحبك شغال في شركة وقلت له إنما أنا عايز أشتغل، فقال لك والله تعالى اشتغل في الشركة عندنا. فأول سؤال سألته له كده لطيف، قلت له إيه؟ قلت له هو متوسط المرتبات عندكم كام؟ فصاحبك دوت راح جري على الشركة عنده تاني يوم وراح لاتش ار قال لهم يا جماعة هو احنا متوسط المرتبات عندنا كام؟ فالراجل بتاع الاتش ار حسب المتوسط وقال له والله احنا متوسط المرتبات عندنا 10000 جنيه. فصاحبك ده راح قال لك ايه زي الفل، رجع لك وقال لك يا باشا ده احنا متوسط المرتبات عندنا 10000 جنيه، يلا بقى روح الحق قدم. فرحت انت يا سيدي زي الشاطر، رحت قدمت وقعدت مع الاتش ار وعديت من انترفيوهات وضيعت وقت وخلصت وكلام من دوت، في الاخر تقول لهم عشان خاطر تتكلم معاهم في المرتب فيقول لك والله احنا هنديك 3000 جنيه. ايه ده 3000 جنيه ازاي؟ ده راجل بيقول متوسط المرتبات عندكم 10000، يعني يوم ما هتنزل تديني 8، ممكن تطلع تديني 11، ممكن تديني 9 7 ونص، لكن مش تديني 3000 جنيه. ايه يا عم الرقم دوت؟ بس لو انت مش واخد بالك، هو صاحبك هو اللي غلط، لان صاحبك لما راح سال على المتوسط، وبالتالي بتاع الاتش ار لما حسب له المتوسط راح حاطط له كل مرتبات الشركه اللي فيها مديرين بياخدوا فوق ال 20 و 30 الف، وفيها برضو السي او والسي اف او اللي بياخدوا لهم حوالي 150 و200 و300 الف، مع ان معظم بقيه الشركه كلهم بياخدوا في حدود الخمسه والسته والسبعه والثلاثه وهذا الارقام. فبالتالي الارقام الكبيره دي عملت انحراف للمتوسط ناحيه رقم عالي، فبالتالي ادتنا رقم مضلل. عشان كده كان صاحبك المفروض يسال على سؤال مهم قوي، يقول له هو الاوسط كام، اللي هو الميديان. وساعتها كان هيحصل ايه؟ كان الارقام دي هتترتب كده بالترتيب، والرقم اللي في النص بالظبط اللي بيقسم العدد الارقام دي لجزئين متساويين كان هو الرقم اللي هيطلع. ولو كان ساعتها حسب الاوسط كان هيطلع له 5000 جنيه. فكان ساعتها بالمنطقي هيبقى ان هو لما ياخد 3 ونص 3 او 4 او ياخد 6 يبقى رقم اقرب للصحه من انت تقول له المتوسط بتاعك 10. فبالتالي خد بالك بعد كده لما تسال على المتوسط عشان ما يضحكش عليك ومحدش يضللك.